في هذا الفيديو نقف أمام شهادة صادقة تخرج من القلب قبل اللسان. زيارة أولى إلى المغرب تنقلب فيها الدهشة إلى إعجاب والمشاهدة إلى تساؤل عميق: كيف تصنع الدول؟ وكيف يصنع الاحترام؟ قبل أن ندخل في التحليل أو المقارنة، نترك الكلام للشارع، للإنسان البسيط الذي يتكلم بعفوية دون أجندات أو شعارات. شاب في أول زيارة له إلى مدينة مغربية ينقل ما رآه بعينه وما شعر به في قلبه. كلماته قد تكون بسيطة ولكنها صادقة، وفي صدقها رسالة أعمق مما يقوله الخطاب الرسمي. لنسمع ثم نفهم. ما قاله الشاب عن المغرب ليس مجاملة، بل وصف لواقع ملموس. عندما يكرر كلمات مثل النظافة والنظام والاحترام، فهو لا يصف شارعا فقط، بل يشير إلى منهج دولة. وحين يتحدث عن الترحيب الصادق والتفاصيل الصغيرة كسيارات الأجرة والفضاءات العمومية، فهو يلمح إلى فارق جوهري. هنا يبنى التقدم بالتخطيط لا بالارتجال، ومقارنته الضمنية مع الجزائر وتونس ليست شماتة، بل سؤالا مؤلما عن سر التقدم والتأخر. وبعد هذه الشهادة الأولى ننتقل إلى صوت شاب آخر ينظر إلى المدينة من زاوية مختلفة، لكن بالدهشة نفسها. تجربة جديدة وانطباع صادق يؤكد أن ما يرى ليس صدفة، بل نتيجة مسار طويل من العمل والتنظيم. لنسمع ماذا رأى وماذا قال. في ختام هذا المقطع تتكرر الملاحظة نفسها: المغرب لا يتقدم بالصدفة، بل برؤية واستمرار. حين يتحدث الشباب عن النظام وحسن الاستقبال وإدارة الفضاء العام، فهم يقارنون واقعا بواقع. في الجزائر وتونس عطلت الصراعات والارتجال مسار التطور، أما في المغرب فقد فضل العمل على الشعار. التقدم هنا يرى ويعاش، وليس خطابا يرفع. والآن ننتقل إلى مقطع آخر يواصل الصورة نفسها، لا بالخطاب ولا بالدعاية، بل بالمعاينة المباشرة. رأي جديد وتجربة معاشة تؤكد أن ما يشهده الزائرون في المغرب ليس انطباعا فرديا، بل نتيجة مسار تنموي واضح. لنسمع ونرى ونفهم.
ما سمعناه في هذا المقطع يعيد تأكيد الصورة نفسها: تطور ملموس ونظام واضح واحترام يشعر به الزائر من أول خطوة. الكلمات لم تكن منمقة بل خارجة من التجربة المباشرة، تظهر أن ما بلغه المغرب هو نتيجة عمل مستمر وخيارات واضحة. وعندما نقارن ذلك بما تعيشه بعض دول الجوار، نفهم أن الفارق ليس في الإمكانات بل في طريقة الإدارة والرؤية.